السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي عندها موضوع الخففان في الصورة، تبقى الصورة خفيفة جدا كده. لو المكنة عندك كيوسيرا ألوان أو أبيض وأسود، بالذات الألوان يعني بيبقى الصورة خفيفة كده جدا. تيجي تطلع أي صورة تلاقيها خفيفة. وجربت إنك تغير المجموعة، وجربت إنك تعمل ريفرش فولبر، وجربت إنك تجرب كذا حاجة ومفيش أي حاجة بتظبط، وبرضه الصورة بتفضل معاك خفيفة كده. ولعبت في الشحن وعملت كل حاجة إن مثلا بحيث إن هي تظبط، الصورة ما بتظبطش خالص ودايما خفيفة كده. طب ايه سبب موضوع الخففان دوت؟ دلوقتي انا جاي في الفيديو ده اشرح لك بالظبط ايه موضوع الخففان في المكن، وازاي تحله. وهو مش مسار عادم ولا مسار حبر ولا مسار اي حاجة. المشكلة دي بتبقى مشكلة حاجة اسمها كارتة الباور باك. ايه كارتة الباور باك دي؟ الكارتة دي اللي مسؤولة عن شحن الدرامات. دلوقتي انت عندك مشكلة في الكارتة دي، وانا دلوقتي اعرفك شكل الكارتة ديت وازاي تفكها وتركبها، او ازاي تاخدها تعمل لها صيانة. اهي ده التيست اللي طالع من المكنة زي ما انتم شايفين كده، خفيف جدا. تمام، فانا ايه اقعد في مكانتي ودلوقتي اعرفك ايه موضوع كارتة الباور باك، وازاي انك تقدر تحل المشكلة دي. اول حاجة نعملها ان احنا هنفك الظهر بتاعنا ده. انت بتروح لاي حد بتاع قطع غيار مكن تصوير، تقول له ان انت محتاج كارت باور باك. الكارت ديت هي اللي بتبقى مسؤوله عن موضوع الشحن، هي اللي بتشحن. دي اسمها كارت باور باك، بيبقى خروجها ودخولها صعب، محتاج فني. بس انا ان شاء الله في الفيديو ده هعرفك ازاي تقدر ان انت تغير كارتة الباور باك دي من غير ما تحتاج لفني او مهندس. خليك تجرب نفسك بس، تابع معايا الفيديو. وعايزك تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. صدقني احنا بنفيدك، انا بديك معلومات، المعلومات دي بفلوس، فحاول تقيمنا حتى لو بلايك وكومنت. خليك بقى معايا نتابع واحده واحده. بعد ما نفك الظهر ده، بعد بقى ما فكينا الظهر دوت، هي دي كارتة الباور باك الموجودة هنا اهوت ديت. لو خدت بالك كده هتلاقي في كارت اهوت موجودة اسمها كارتة الباور باك، فانا عايز اوصل لها. فانا دلوقتي هبدأ برضو افك الجنب اللي تحت هو كمان، اي مسامير سودا زي دي كده بتبدأ ان انت تفكها. كده انا فكيت الظهر من فوق والظهر من تحت. هبدأ ان انا دي كارتة الباور باك اللي انا عايز اغيرها. تمام، نطفي بس ده. دي كارتة الباور باك اللي انا عايز اغيرها. هلاقي هنا مسمار هبدأ افكه اللي جنب المروحة ده، ومسمار هنا تاني اهو. هنبدأ نفك المسمارين دول اهو، جوه هنا اهو. يبقى كده فكينا مسمارين. دلوقتي بعد ما حلينا المسامير، عايز اطلع الجنب دوت اللي بيبقى متصل فيه المراوح. تمام، انا هبدأ اطلعه كده واحدة واحدة. ادي اهو اول مروحة اهي. تمام، ادي ما خدتش بالي منه، انا لقيته في للاسف اخر الفيديو ان هو مش موجود اصلا. الكابل اللي بيبقى وصل من هنا للكارت ده بيتركب برضه اهو، عشان لو نسينا ان احنا نقول بس عليه. دلوقتي كارتة الباور باك قدامي اهي. انا دلوقتي عايز اطلع كارتة الباور باك. هي بقى المشكله الوحيده اللي بتواجه بقى الناس في حته ان انت تبقى عايز تطلع كارتة الباور باك، هي دي الصعوبه كلها. انت مش هتقدر تطلع كارتة الباور باك ديت غير لما تريح الجزء ده كله. طب انا ازاي اريح الجزء ده كله بحيث اطلعه بس سنه، بحيث ان انا اقدر اطلع كارتة الباور باك واقدر افك المسامير بتاعتها. الجزء الموجود قدامك ده مسؤول عنه كذا مسمار. يعني في هنا اهوت عندك مسمار في الجنب ده اهو، هتلاقيه جوه اهو، ممسوك جوه اهو. الحته ديت اللي ماسك الجنب كله، القطعه دي كلها ممسوكه. دي مسمار. ومسمار تاني هتلاقيه تحت، تحت هنا ورا المروحه دي، ورا المروحه اهو تحت مسمار جوه اهو. يعني انا هفك المروحه ديت من الجنب هنا، وهفك المسمار ده والمسمار اللي فوق، تمام، اللي من جوه. وبرده الناحيه التانيه هاجي لاخر المجموعه كده، الناحيه التانيه هعمل نفس الكلام. ادي مسمار تحت هنا اهو في المجموعه من تحت. عايزك تفك معايا الاربع مسامير ومسمار تاني فوق هنا اهو جوه. بس يبقى انا كده ايه، ابدا ان انا افك الاربع مسامير ومسمار هنا كمان. ادي كده يبقى خمس مسامير اهو. ابدا افكهم جوه في الحته ديت في المربع الاسود. احط لك المفك اهو عشان تعرف مكانه. الحته دي هفك المسامير دي واحده واحده مع بعضينا كده.
انت بتصور؟ هما 4 مسامير مش 5 مسامير. مسمار هنا اهو، خليك فاكر مكان المسمار فين اهو. لازم يكون المفك بتاعي مغنط عشان اعرف اطلع المسامير دي مفيش اي حاجه تقع جوه. والمسمار الاخير تحت هنا. 5 مسامير انا اسف. 5 مسامير انا اسف طبعا عشان انا ايه ما يعني بقالي كتير ما فكتش الكارته. اخر مسمار معايا هيبقى المسمار اللي في النص هنا. كده انا حليت 5 مسامير، 4 في الجنب وواحد هنا في النص. وهفك المسمار ده كمان، يبقوا كده بقوا 6 مسامير. تمام. بعد ما فكيت المسامير دي هبدأ ان انا افك المسامير بتاعت العلب دي كمان عشان اريحها كده معايا بنفس الطريقة. المسامير برضو بيبقى من الجناب ومن الفتحات ديت هتلاقي مساميرها يعني. واطلع الجنب كده علشان كارتة الباور باك دي من جوه اقدر ان انا اريح الجزء اللي ورا واطلع كارتة الباور باك بتاعتي بكل سهولة. تمام. انا بعد ما ريحت بقى فكيت المسامير وريحت الجناب هبدأ ان انا افك جاكيت المواتير. تمام. ادي جاكيت الموتور انا ريحته. تمام. فكيت كمان الجاك ده وهطلع دي اهو كده طلعت. تمام. لازم اطلع دول ليه؟ لان المكان ده انا بقى بشرح لك عشان تبقى فاهم المشكله فين. لازم في مسمار هنا من جوه لازم انا بخرجه. المسمار اللي تحت هنا ده ما بيخرجش غير لما اطلع كل الحاجات ديت. طب ليه انا طلعت كل الكلام ده مع ان كارتة البار بتاعتي فوق اهيت اللي انا هخلعها؟ لانك لو بصيت هنا ورا كده في الحته ديت هتبص تلاقي ان كارتة الباور باك دي عمرها ما هتطلع بسبب ان الجزء ده كله بيبقى حاجز عليها، فانا لازم اريحه. فانا هبدا ان انا اريحه عشان اقدر اطلع بكارتة الباور باك بتاعتي. انا عارف ان المشكله ديت يعني بتبقى صعبه ومحتاجه فني، عشان كده انا بشرحها لك بكل سهوله. كده انا ريحت ايه الجزء اللي انا عايز اريحه ده بحيث ان كارتة الباور باك بتاعتي اقدر اطلعها بكل سهوله. طيب عندي اول مسمار هنا اهوت من جوه اهو. لو انا ما كنتش ريحت كارتة الباور باك دي كده ما كنتش هقدر اوصل له، لان هي بتبقى الكارت السفليه دي المجموعه دي بتبقى قافله عليه. فانا هبدا ان انا ايه، اهم حاجه يكون المفك بتاعك ممغنط. تركز في الموضوع ده عشان مفيش اي حاجه تقعد جوه المكنه. ادي مسمار واجي في واحد تاني هنا اهوت. تعالى معايا كده معلش. في جنب الكارته ذات نفسها في مسمار تاني اهو في جنب الكارته. هبدا ان انا افكه هو كمان عشان اطلع بكارتة الباور باك بتاعتي بكل سهوله. وما تقلقش برضو هكمل معاك الفيديو عشان تعرف ترجع كل الحاجات بتاعتك دي ازاي. انا كده فكيت مسمارين، مسمار هنا ومسمار هناك في الجنب، بيبقى فاضل لي مسمار تاني في النص هنا جوه تحت البوكس بالظبط. هبدأ ان انا افكه. هو المسمار خافي شويه اهو مكانه هنا اهو. كده بعد ما حليت المسمار الخفي ده هشيل الكابل بتاعي اهو بتاع الكارتة. اخلعه كده. فك الكليبس ده والكليبس اللي جوه عشان يبقى الكارتة حرة. الكارتة بتاعتي بتخرج ازاي؟ مربوطة جوه، موجودة جوه على كليبسين كده، فبرفعها لفوق وببدأ ان انا اطلع بيها. ادي كده الحمد لله على السلامة كارتة الباور باك القديمة اهيت اللي ملهاش اي لازمة ارميها على جنب. وهجيب كارتة الباور باك بتاعتي الجديدة. طبعا انت عشان تجيبها من عند اي حد بتاع مكان تصوير هي ببنتين، بنة هنا وبنة هنا وليها شفتين جوه بتركب عليهم اهي. ادي الشفة اهي. تمام. البنة دي
بتركب على الشفه هنا اهو، تركب هنا وواحده تانية الناحيه التانية. ارجع ان انا ارجع حاجتي زي ما كانت. ادي كارتة الباور باك بقت معايا التانية الجديدة. تمنها كام يا باشمهندس كارتة الباور باك؟ للأسف والله أنا ما أعرفش تمنها كام، أنا هحقق عليها، بس الأسعار والحاجات ديت يعني ممكن حضرتك تكلمني فيها خاص أو كده، عشان يعني منافسين وكده. تمام، وهبدأ أركب الكابل بتاع الكارتة بتاعي تاني. أكد طبعا إن هو متركب، وأرجع كل حاجة بقى إيه زي ما كانت، واحدة واحدة. خلاص كده أنا ركبت الجاك بتاعي وعملت الكارتة. هبدأ أرجع كل مساميري بقى زي ما كانت بالظبط. كل اللي أنا حليته أبدأ إن أنا أرجع أربطه تاني. كل حاجة حليناها بالترتيب هنرجع تاني نركبها بالترتيب بنفس الترتيب. أنا عايز أقول لك إن كده أنت إن شاء الله كارتة الباور باك هتشتغل مع حضرتك، وهتبقى المكنة كويسة، وهتلاقي صورتها طبعا بعد ما هتخلص الفيديو. فأنا هتابع معاك الفيديو خطوة بخطوة. بس طبعا ما تحرمناش من اللايك الجميل بتاعك علشان التعب ده كله والمجهود. وادي المسمار الأخير بتاع الكارتة، أنا كده ركبته أهو. تمام كده انا اتاكدت ان الكارته بتاعتي راكبه كويس وكله تمام. هبدا بقى ارجع كل حاجه زي ما كانت. ادي المسمار اللي كان لازم نفكه، واللي عمل كل القصه ديت. كل حاجه هتلاقي دخولها سهله ان شاء الله، ما تقلقش يعني مفيش حاجه صعبه. وانا ما فوتش معاك اي حاجه في الفيديو عشان تبقى متابع واحده واحده معايا وما تتلخبطش في اي حاجه. رجع كل حاجه زي ما كانت. اربط له مساميرها. كده انا برجع اركب ايه كل المسامير اللي انا فكيتها تاني اهو. ادي مسمار هنا ومسمار هنا اهو، ركبته هنا اهو. يبقى كده مسمارين. خلاص كده انا خلصت ديت. ابدا اركب جميع مساميري كلها مره تانية. كده ايه انا بركب كل مساميري اللي انا خلعتها، وبرجع اركب الجاكات بتاعتي. واهم حاجه ارجع الكليبسات برضه عشان الكليبسات مهمه جدا. كده انا كله تمام بالنسبه لان انا ركبت جميع المسامير وكله كده مظبوط. ركبت البلاستيكه كله تمام زي الفل. ارجع اربط مساميري تاني. يعتبر انا كده يعني رجعت كل شيء زي ما كان. قبل ما اقفل الظهر بتاعي بقى ابدا ان انا اجرب المكنه كده وهي ظهرها مفتوح، بحيث ان انا اشوف صورتها هتبقى عامله ازاي. وبالشكل ده يبقى احنا ظبطنا المكنه بتاعتنا. وادي صوره المكنه بتاعتنا اهيت، والحمد لله احنا كده ظبطنا الدنيا. طبعا موضوع انك تفك كارتة الباور باك ده صعب زي ما انت شفت كده، فانا صورت معاك خطوه بخطوه. وكل طالبه منك تعمل لايك واشتراك في القناه. ودلوقتي تبدا بقى انك تقفل ظهر المكنه بتاعتك وتوكل على الله، كله هيبقى زي الفل. السلام عليكم.